عامل ايه يا زيزو؟ الحمد لله بخير يا دكتور محمود، انت عامل ايه؟ احسن منك يا صاحبي. ماشي يا صاحبي ماشي. ربنا يروح. عامل ايه يا باص؟ انا الحمد لله احسن منك. بس الحمد لله. النهارده طبعا الحلقه اللي عملناها المره اللي فاتت كسرت الدنيا، ناس كتير استفادت منها، فعاوزين طبعا النهارده نقدم برضه حاجه تفيد الناس. شايف نتكلم فيه؟ في مواضيع كتيرة تيجي نتكلم عن حقوق الوالدين. ايه رايك في حقوق الوالدين؟ لا، هو في موضوع ماشي، حقوق الوالدين ده موضوع مهم وان شاء الله يبقى ليه حلقه تانية بعدين، بس النهارده احنا هنتكلم عن موضوع صحبة السوء وتأثيرها على الإنسان. بمعنى يعني ازاي صحبة السوء بتأثر على الإنسان؟ يعني مثلا انت شخص قاعد وسط الشلة دي من طبعها انها مثلا بتحب تجيب سيرة البنات وبتحب تتكلم عن حاجات مش كويسة، وانت مش بتحب تتكلم عن الحاجات دي، مش حاسس انها شخصيتك مش يعني. حاسس انها شخصيتك، فانت قدامك حل من الاثنين. لا مضطر تنساق وراهم، ده يبقى غلط، ده يبقى عكس شخصيتك وتحس بتأنيب ضمير بعدين. لا يبقى ليك حل، لو في حل ثاني انك انت تعرضهم، وانت لو الحل انت تعرضهم ده انت هتلاقي انتقاد واسع منهم كبير. مثلا زي ايه؟ انت تعملنا فيها شيخ، انت تبقى متشدد، الكلام ده، وهتتعرض لانتقاد واسع. وزي ما قلت لك الحل الاول انك انت تنساق وراهم، لا يبقى عكس شخصيتك. مثلا بعد ما تسيبهم وبعد ما تروح بيتك هتحس بتأنيب ضمير شديد انك انت عملت حاجه. بس انا بقول بقى إن انت تلم عايزين بقى نشعبوا للدودي. ماشي. لازم افصل. ايه رايك في كل الليله اللي اتقالت؟ الكلام جميل، بس انا حاسس ان احنا لازم نمسك الاطراف عشان بالظبط. واحده واحده. شغل اللب. الحاجه مش محمود. ده عدى المبدأ. المهم، قول لي يا زيزو، ايه رايك بقى بنعرف ازاي اصحاب السوق؟ الصاحب السوء تعرفه اولا، انت الصاحب السوء تعرفه انك انت مثلا لو جيت قلت قدامه مثلا انا مثلا عايز اصلي او يلا نصلي او الكلام ده، في الفكره هو مش هيوافقك على الكلام ده، او هيبقى مش راضي عنه، والعكس صحيح. ان الصاحب الصالح لما تيجي مثلا تقول يلا نصلي تلاقيه يشجعك على الكلام ده، وتلاقيه يعني بيشجعك على الصلاه دايما، والشعب بيشجعك انك تبعد عن الحرام وعن كل حاجه فيها معصيه. بس والله انا شايف ان فكره اساسا كصاحب سوق، لو هتيجي تعرفه بس من ناحيه عامه شويه، هو مش بس هنتصرف في الدين، لا، هو أي صاحب السوق ده هو اي حاجه بتشدك عن الطريق اللي انت عاوز تكمل فيه. يعني والله انا دلوقتي بالنسبه لي انا حاطط هدف ان هو مثلا ايه، هلتزم الشهر ده على حاجه، فاي حاجه هتشتتك عن الموضوع ده انا بالنسبه لي ده صاحب سوق. وطبعا بيكون بدرجات، فاكيد درجه الدين دي هتكون درجه اعلى حاجه. انا بالنسبه لي خلاص انا التزم دينيا، هو لا، هو بيشدك على الطريق ده، ما يخليكش تذاكر في حاجات كلها مش لازم تكون دين بس. مثلا ما يخليكش تذاكر، هيخليك مثلا تضيع وقتك كتير وانت واحد دلوقتي عاوز تركز في حاجه ثانيه. فده بالنسبه لي ده بيكون الصاحب اللي انت لا لازم تاخد بالك ان دي في حته قصور فيه. كلام موزون. انا بالنسبه لي من رايي ان صاحب السوق هو اللي دايما بيمنعك ان انت تتحسن وبيخليك ان انت تسوق. بالظبط. لان الصاحب الجيد هو الصاحب الذي يرتقي بك، تمام؟ مش بتكلم في الدين فقط، هو بيرتقي بك عامه، خليك دايما تكون نسخه احسن من نفسك، سواء في مشاريع، سواء في دراسه، في علم، في وعي. كل ده الصديق الجيد. واصلا انت بتتكسف تعمل حاجه غلط قدامه. يعني الصاحب الصالح ده انت بتتكسف عموما انك تعمل حاجه غلط قدامه، عكس صاحب السوء انت اساسا تتكسف. بتاخد راحتك معاه. وانت اساسا تتكسف تقول له مثلا ايه، يا عم لا دي حرام، يا عم يلا نصلي. انت اساسا تتكسف قدام صاحب السوء. بالظبط، انا مش واخد على الحاجه دي، فمش هتعرف تتكلم على حاجه زي كده. فاعتقد ان احنا اتكلمنا بشكل عام كده على التعليم. عرفنا الصوره النمطيه بتاعت احنا ازاي الشخص ده نصنفه ان هو صاحب سوء ام لا. ندخل على تاني نقطه معانا، الا وهي انا من وجهه نظري انك انت شايف نفسك انك انت مثلا انت ما عندكش غير الصاحب ده، مع ان هو صاحب سوء بس انت متمسك بيه لسبب، انت خايف انك انت تسيبه، فانت ما تلاقيش حد جنبك تاني، او ما تلاقيش حد صاحبه تاني، او مثلا ما تلاقيش حد تطلع معاه وتدخل معاه، فانت ما قدامكش حل غيره، فانت متمسك بيه. وعامة أنا واثق في حتة عدم توفر البدائل، ممكن تكون سبب من أسباب إن الشخص مش عنده الجرأة إن هو يسيبه. هو عدم توفر البدائل دي نقطه مهمه بصراحه.
وفكره كمان ان هو فكره ان انا اكون خايف ان انا ابعد عنه عشان ما يزعلش برضو، دي بوينت كويس. انا ممكن اساسا يكون اقرب واحد ليا فعلا، بس برضو مش هحطها كلها في توافر البدائل. يعني انت اصل توافر البدائل في ناس بتكون فعلا صاحب الكل. بالظبط. لا هو فعلا في ناس بتكون متعدده العلاقات، يعني هو عنده اكتر من الصاحب ده، بس هو شايف ان او يعني الادرينالين او اسف الدوبامين بيترفع معاه ده، بس هو ده اللي بيعمل حاجات بيحلل القعده. بالظبط. بس فانا شايف ان دي يعني لو هنحلل او هنيجي نشوف الحلول هنمسك في الحته دي بس. لكن كفكره انا بالنسبه لي انا ليه مش ببعد عنه؟ عشان انا بلاقي راحتي هنا. وعلى فكره صاحب السوق ده ده حاجه كويسه لما تيجي تشوفه مجدع. لا بجد والله العظيم فعلا. سيبك من فكره انه مجدع، في الغالب هو هتلاقيه مجدع ورجوله وزي الفل، بس هو فعلا هو حاجه كويسه او حاجه الانسان بيحب يقعد معاه فيها. هو في اي حاجه حرفيا دايس معاه يعني. سيبك ده هو اللي بيخليك انت تدوس، هو انت اللي آه. بتدوس معاه فاهم. بس انا الفكره كلها ان هو بيعمل كل الحاجات اللي انت نفسك تعملها. دي حرفيا صح. ده هي ده خلي بالك، ده انت بتقاوم نفسك ان انت ما تقعدش معاه، دي مربط الفرس ما تقدرش ما هو الممنوع مرغوب. بالظبط الحرام دايما مرغوب. بالظبط. فده شايف ان عشان كده انت ما تقدرش تسيبه بسبب ده. رقم 4، انا بشوف ان انت ما عندكش الجرأة ان انت تاخد خطوة، سواء ان انت تنصحه النصح، انت تغير منه قبل ما تسيبه. وانت دايما المفروض، انا بشوف ان خطوة، ولسه طبعا دي بوينت هنتكلم فيها، انت بتحاول تصلحه قبل ما تبدله. بالظبط. احنا اصلا عايزين نعرف اذا كنا هنصلحه ولا لا. بالظبط. ايه العلامات اللي تكشف لك ان الصاحب ده صاحب سوء او صاحب مؤذي؟ تمام. ايه الريد فلاجز؟ الريد فلاجز بالنسبه لي ان انا بشوف يعني قايس على كذا حاجه. اول حاجه ان انا بكون مش مرتاح في علاقه زي دي، ان انا بكون على حسب النص ساعه والساعه اللي انا بقضيها معاه كله زي الفل والدوبامين في السماء، بس بمجرد ما برجع من البيت بلاقي لا، انا مش كده وما كنتش كده. بس تحس انك انت عملت حاجه يعني خلف طبعك او خلف شخصيتك الاساسيه اللي انت متعود عليها. بالظبط. وبتلاقي ان انت مستواك، تحس بتأنيب ضمير. بتلاقي ان انت كمان مستواك في انحدار، بتلاقي انك انت كل ما بتروح لا انا لو ما كنتش بتضعف فانت ما بتتطورش. وبتحس وقتك ضاع على الفاضي. بالظبط. انت اسطمبة حافظها وعايشها كل يوم، بس اللي هو انت مش بتتطور، مفيش تطور بالنسبه لي. ده انت كده خلاص عارف ان الصاحب ده فيه حاجه بس. فده بالنسبه لي. انت بالنسبه لك ايه؟ انت يا عم. انا خالي. ماشي، واحدة واحدة. انت دلوقتي اتحطيت في شلة، كنت فيهم، ما عرفتهم من ابتدائي، كملوا معاك اعدادي، ثانوي، فانت هي دي شلتك. كل واحد لازم بيكون ليه شلة. زمان بيبقى وعيك اقل شوية، ما بتفكرش جامد في بكرة، انت النهاردة مبسوط بتضحك، انا كده تمام، دول الاحلى اصحاب. مع الوقت طبعا عقلك بيكبر شوية، بتحس ان بالفطرة السليمة اللي عندك مش ده الصح. طيب، فانت المفروض لما تحس ان مش ده الصح او مش ده مكانك او هم غلط او بيسحبوك لتحت، المفروض شايف ايه اللي تعمل؟ والله على اساس التصنيفه بتاعتهم، على اساس هل فعلا اعتبره صاحب سوء او لا، وبناء على كده هبدا اتعامل. يعني مثلا والله لقيت لا ان هو بيسحبني الاكستريم الشمال، هو مش ثابت على مكان، هو كل شويه بيسحب اكتر فاهم. يعني مثلا انتوا واقفين هنا مثلا في قمه السوق بالنسبه لك وكان ثابت كده، ابتدي لا تلاقي ان هو كمان بينزل اكتر وبيسحبك اكتر لورا. فلا ده انا شايف ان دي في علاقه زي كده لازم اقف معاها، وساعتها بقى هنتكلم برضو. لازم تقف الوقت. وهنتكلم برضو في البودكاست المره دي اذا كنا فعلا هل هنمشي ولا هنصلح، هنحاول نصلحه هو ولا نصلح نفسنا ولا نعمل ايه بالظبط. انت شايف ولا ايه؟ حاجه هنيجي لنقطه ذكرها دكتور معاذ مهمه جدا. انت مبدئيا ازاي مفيش دكاتره هنا، احنا كلنا واحد. ازاي تعرف الصاحب كويس من الصاحب اللي مش كويس؟ واحد، انك انت اساسا الصاحب كويس انت لنفسك تتكسف تعمل حاجه غلط قدامه، انت نفسك تتكسف. عكس الصاحب السيء او الصاحب اللي مش كويس، انت اولا يعني عايز اقول لك انك انت تتكسف تعمل حاجه صح قدامه، او تتكسف انك انت صح. حلو عجبتني والله. او تتكسف انك انت مثلا تقول له الحاجه دي غلط او ما ينفعش تعمل الحاجه دي او الحاجه دي حرام او كذا وكذا وكذا. بس ادي فرق بسيط جدا. حلو، بوينت كويسه.
زي ما قلنا، زي ما المعاذ ان هو دايما بتلاقي بيسحبك لتحت، وخصوصا ان هو بياخدك اكستريم لتحت خالص، يعني كل ما بيروح الوضع بيسوء. زي ما يلعب عزيز، انت بتتكسف اصلا تعمل قدامه حاجه صح. فتوتال الحوار ان انت دايما بتلاقي نفسك انت في النازل، مفيش تقدم، بالعكس انت وقتك بيعدي بيعدي بيعدي، مفيش استفاده. طيب فانت كده خلاص عرفت ان ده كده صاحب سوء. طيب هل في صاحب سوء ممكن تسيبه، يعني تسيبه موجود زي ما هو، وصاحب سوء تحاول تغيره، وصاحب سوء تقطعه خالص؟ والله يعني على حسب الدرجه بتاعته، على حسب هو فعلا. يعني اصل بص، هو صاحب السوق مش دايما بيكون هو المسيطر في العلاقه بتاعتكم انتوا الاثنين. هو ممكن يكون هو فعلا شخصيته اقوى منك، وفي حالات لا انت شخصيتك اقوى. فانت يعني في الحالات دي انت ممكن تبعد عنه تدريجي، او مش فكره تدريجي، اللي هو انت ايه، اتجمعتوا صدفه مثلا. هو صاحب قعده. بالظبط، اللي هو ده ممكن عادي اقعد معاه نص ساعه. هو بالنسبه له انا بعمل الحاجه دي، فنفترض انا وانت مثلا، انا بعمل الحاجه الوحشه دياتي بس ايه مع نفسي، ما بقولكش جرب، ما بقولكش مش عارف ايه، وانت عارفني ان انا كده، ده اخر، فاهم. لكن تقعد مع عبد العزيز مثلا، لا هو هيعمل الحاجه الوحشه دي وانت هتعمل حاجه عافيه تلامه. كده، فاهم. وكده كده انت عارف ان هو هيأثر عليك. فالشخصيه الاولانيه برضو انت مش هتقعد معاها، بس فاهم اللي هو لو جت صدفه مثلا ومش عارفين، او هو مثلا من الاقارب بتوعك، ف يعني فاهم لا حاول. احنا بنتكلم في ان هو صاحب، هو هو مش كصاحب. مش مجرد معرفه. انت دلوقتي احنا شله، احنا الثلاثه صحاب، عبد العزيز اصبح صاحب سوء، لا مؤاخذه يا عبد العزيز. فهل عبد العزيز ده امتى اقطعه خالص، امتى احاول اصلح منه، امتى اسيبه زي ما هو ما غيرش فيه وانا عارف ان هو مش هيأثر فيا مثلا؟ خلاص، يبقى لو كده، لو هو صاحب يبقى نغير التقسيمه بالنسبه لك. هتغير على اساس انك انت مثلا شخصيتك وعاداتك اللي انت بتعملها او لا. يعني انت مثلا فنفترض انت واحد، لا انا عارف ان انا ملتزم وفي اقصى اليمين، حلو. وعبد العزيز ده في اقصى الشمال، تمام. فهنشوف بقى التقسيمه الثانيه، هل عبد العزيز ممكن يجرك او لا، يأثر فيك ولا من لا؟ النوع ده ولا لا، وعبد العزيز بيسمع او لا. يعني انا عبد العزيز ده لو رحت اتكلمت معاه والله في الواحد اتنين تلاته ده غلط، ولقيته بدا يمتنع، او على الاقل ما بينصحكش فيه. ما بينصحكش فيه، او ما بيعملش الحاجات دياتي وبيحترم رايك وانت قاعد، خلاص ممكن اللي هو ده فعلا اللي هو نتجمع وسوشيال ماشي، مش عارف مين ماشي كل فين وفين. لكن لا، انت عارف ان عبد العزيز كذا، وانت اساسا عايز تعمل اللي هو بيعمله، يعني انت اساسا عندك الرغبه في دي، لا انا شايف ان انت تقطع. جامد جامد جامد. ازاي تصلح من صديق السوء يا عبد العزيز؟ والله يا دكتور محمود، انا بالنسبه لي احاول اقدم له نصيحه مره واثنين وثلاثه. والله استجاب معاه، لقيت في استجابه في كل مره حتى لو بنسبه قليله، تمام ماشي انا معاه. لكن لقيت العكس وحسيت ان هو معاه مش مستجيب، ولقيته بيشدني لورا وبيشدني معاه للغلط، لا انا كده اتجنبه. وفي حته ثانيه برضه، انا كمثلا كشخص او مثلا كمعاذ، الناس واخده فكره عنه ان هو شخص ملتزم وشخص مثلا صالح. فطبعا معاذ يعني في مثل بيقول لك يعني انت هيشبهك اه هيشبهك. فانا دلوقتي انا بجيب مثلا محمود ده صاحب سوء، وعارف ان محمود ده مثلا هيشبهني، او مثلا هيخلي الناس تقول عليه كلام مش كويس، او هيجرني في سكه معاه انا مش سكه، مش تبعي، مش شبهي. لا انا خلاص طالما وصلني المرحله دي مش راضي يسمع النصيحه، لا انا بعد عنه خالص واختصره. اه طب دي في بس كل الحالات ان انا انصحه، ولا اصل انا بصراحه عندي وجهه نظر مختلفه في فكره النصيحه. بص قبل ما تخش في وجهة النظر المختلفة، انا من رأيي ان النصيحة اصلا هي ليها طرق. انا بعد ما بحثت وتمعنت في الموضوع ده، بس ده هيكون ليه حلقة لوحده، تمام، اللي هو عبارة عن، هيكون بعنوان النصيحة، ما اساليب عشان كده النصيحة، مش عايزين تمام. بس هديها لك باختصار شديد خالص، تمام. الا وهي، انت دلوقتي معاك صاحب سوء، انا شايف ان انت تروح له دايركت وتقول له انت ما بتصليش، انت بتكذب، انت بتعمل الكلام ده كله، هيقابل النصيحه بالرفض. مظبوط، لا كلام مظبوط، كلام تمام. مظبوط فعلا. المفروض انا من رايي النصيحه لا توجه له خاصه، بمعنى انا عبد العزيز، معاذ ما بيصليش، ما تيجي يا عبد العزيز يلا نروح نصلي في الجامع، صح. واحنا نازلين معاذ ما تيجي معانا، مره هيقول لك ايه معلش انا مشغول المره دي، خلاص يا عم ولا يهمك، ولا كأن في اي حاجه، فاهم. المره الثانيه كده، المره الثالثه احنا بنصلي قدامه،
مره في مره لازم هيحس على دمه، لازم. ولو ما حسش على دمه ممكن اجي في مره انا اقعد معاه، هقول له ايه؟ هقول له فوائد الصلاه. اقول له يا اسطى شفت انا قريت بوست على الفيسبوك بيقول لي انت عارف ان اللي بيصلي بيحصل له 1 و2 و3 و4 و5. انا ما قلتلوش انه ما بيصليش، انا ما نفرتوش، اديته اول حاجه المميزات، ما نفعش. بعد كده ببدا اقول له العيوب او العواقب. يعني يا اسطى انا شفت واحد مات وكانوا كاتبين ان هو ما بيصليش، وحصل كذا وهم بيغسلوه وهم بيدفنوه جثته كلها كانت سودة وريحتها ما كانتش كويسه. فانا بقول له عواقب، يبدا يخاف. ما نفعتش خالص. والله انا شايف ان هي بقى بتتقال له دايركت، بقولها له دايركت. اخد بيها كان بها، ما اخدش بيها كانش بيها، خلاص. وده بقى بصنفه ان هو لا يسمع النصيحه، فمش بحاول معاه تاني. ده من رايي انا كراي شخصي. ايه رايك في اللي انا قلته؟ رأيي بصراحة كويس، بس أنا زي ما قلت هو على حسب الشخصيات. يعني مثلا ما كنتش أنا وأنت مثلا حياتنا كلها شمال في شمال، أو بمعنى صح إن حياتنا كلها خربانة، وإحنا عارفين إن إحنا الاتنين صحاب سوء لبعض، تمام؟ حلو. وأنت قررت إنك أنت تخلع، خلاص هتتوب، وأنا لسه زي ما أنا شايف إن أنت ما ترجعش تنصحه، وأنت آخرك هتعمله مسج، أو لو قابلته مثلا هو هيجي مثلا انت هتمتنع عن رؤيته، خلاص هو يجي يقول لك 1 2 3، طب انت ليه ما بنقعدش زي الاول مش عارف مين، هتجيبها له دايركت، انا والله شايف كذا كذا كذا، وانا خلاص أنا يا ابن الحلال حاول تتوب، وما تنصحوش حاجه تاني. ليه؟ لانه هو لسه في الوحل، وانت لسه ما تنضفتش من الوحل، انت لسه طالع جديد، حصل. فكده كده حسب قوه ايمانك انت ممكن تحاول تنصحه وهو يسحبك تاني. ما بالظبط، هو انت بالنسبه لك هنا قوتين قصاد بعض، قوه الشر فلنفترض، وقوه الايمان بتاعتك. فانا شايف انك انت قوه الشر بتاعته هو اقوى بكتير خالص من قوه ايمانك. لان هو منغمس فيها من بدري، انت لسه على طرف القوه بتاعت الايمان. بالظبط، بل بالعكس قوه شرك انت كمان اقوى من قوه ايمانك، انت لسه طالع جديد، فانت مش مهيئ انك انت تدي نصيحه في حته زي كده. فاكيد مين هيكسب؟ لا هو اكيد هيكسب في الحته زي دي، وهيروح مرجعك تاني، لان انت لسه ما تنضفتش، وانت لسه اهل للدعوه اساسا في مرحله زي كده. فانا شايف يا اما تدله على شيخ 1 2 3، والله استجاب ما استجابش دي حاجه ترجع له. يعني انت شايف ان انت اول ما الواحد يبدا يتوب او يبدا يتصلح حاله يقطع على طول. انا شايف كده. ولما الشخص التاني يبدا يبحث عن الاسباب تعرفه اللي فيها. بالظبط. انت حاجه زي كده انت شايفها ايه؟ والله هي كل اراء كويسه واراء تحترم، وانا كمان وايد بشده. بس بتكلم في الزباله لا عشان عايز اختلف معاك بصراحه في حته زي دي. هو انا ليه انصحه اصلا؟ طب انت مش شايف انه ممكن ياثر عليك؟ مش هيأثر عليا ويرجعني تاني؟ لا انا مش، لا انا شايف انا لو انا واحد فعلا ايماني ثابت وراسخ مش هيرجعني تاني، مش هو هيأثر عليا. هو انت لسه على الطرف. هو بنتكلم في حته احنا دلوقتي انا ومعاذ حرفيا كل يوم مع بعض. هو احنا الاثنين كنا خربانين، مره واحده انا الصالح حالي. انا لسه حرفيا امبارح انا وهو كنا بنعمل معاصي، فانا يدوب على بدايه الطريق. انا لما اجي اتكلم معاه واكلمه هو ممكن يسحبني تاني يرجعني تاني. بالظبط. انتوا قاعدين في اوضه، بس كل الفرق ان انت اتقدمت خطوتين عنه، وانت عايز تطلع بره الاوضه دي، فالاسهل انك انت تاخده بره انت وهو تطلعوا، ولا الاسهل ان هو يجرك لجوه تاني اللي هو الخطوتين اللي انت لسه ماشيهم اصلا؟ هي وجهات نظر، هي وجهات نظر انا عامه. عايز اعرف وجهه نظرك انت، انك انت هتنصحه. طب انت مش، انا عايز اسال سؤال ليكم انتوا الاثنين، هل انت مش شايف طيب ان انا لما اجي انصحه والقعده في مره في الثانيه، طب انت كده مش هيرجع يوصل عليك تاني؟